in Iraqi league, all the games is important. But like I said before, to come here in Baghdad to play in history with the best team in Iraq and take 3 points, hands up to my players. Next match in the final. Yeah, we're gonna travel tomorrow, and we deserve that. So hopefully we can do something together, not just for the Hawk and our club, for all the Iraq. فوز مهم له اداء مهم، اداء ما شاء الله. اتوقع حتى جماهير الزوراء استمتعت. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. صح، هاي والله صدق هاي مهمه. يعني اتوقع كل الجماهير حتى جماهير زوراء استمتعت بالمباراه. فريق يلعب باسلوبه، واتمنى لاعب من وقت مبكر بقى محافظ على اسلوبه، بقى باداء بمستوى. اكيد يا ربي ان شاء الله نثبت بعد اكثر بالالقاب. انا دائما اقول للاعبين قد ما يكون مستوانا زين، اذا ما ناخذ القاب نكون الاول راح ننسى. هسه ان شاء الله مسافرين اليوم للكويت، اتمنى يا ربي الله يوفقنا به، واتمنى من الجماهير تدعمنا، يعني الجماهير العراقيين. يعني هسه الممثل الوحيد للكره العراقيه خاصه بهذا الوقت اللي تمر به الكره الخليجيه باعلى مستوياتها، انه تروح نهائي بوقت يعني انا اتوقع ما حاسين بهاي الفتره، بس بالمستقبل ورا اتوقع فتره سنه سنتين راح يقولون كان عندنا فريق دهوك رفع راس من العراق، فخلونا ادعمونا حتى نجيب الكاس حتى يبقى للتاريخ ان شاء الله. اكيد هاي المباراتين الاخيره اخذنا 3 نقاط، فان شاء الله هذا يصير دافع معنا كلش عالي، وننتظر الدعم الجماهيري من قبل الجمهور العراقي. فان شاء الله نحاول نجيب الكاس، كاس الخليج ان شاء الله للعراق ونهزم هذا.